بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم نشتغل مسائل عن الهيكل للرياضيات للصف الثاني عشر عام ووزاري إماراتي. عندنا أول شيء find the distance between each pair of points، يعني أوجد المسافة بين كل زوجين من النقاط الآتية. وعندنا هنا 645 degrees و minus 300 degrees. طيب، المسألة أوجد البعد بين النقطتين، والقانون هو D equals كما هو مكتوب عندنا. نعوض قيمة R اللي هي هنا عندنا R1، هذه هي R1 وهذه هي R2، وهذه هي ثيتا 1 وهذه هي ثيتا 2. يبقى التعويض حيكون بتعويض القيم المعطاة، وبالتالي بالكالكوليتر الآلة الحاسبة تصبح النتيجة 5.6.97. أوكي. نروح للمسألة الثانية، واللي هي النقطة بالتقدير الدائري أو الراديان سكيل. 7 minus باي over 3، وعندنا 1 و 2 باي over 3. Again, we write the rule, which is square root of R1 square plus R2 square minus 2 R1 R2 cosine theta 2 minus theta 1. This is supposed to be R2. Okay, no problem. You substitute the values. تعوض القيم اللي هي R1 بالسبعة هذه، و R2 بواحد 1 square، وبعد كده تعوض القيم بتاعت باي كما هي، والنتيجة تصبح D equals 8.